بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم سادة الكرام، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامج البيان. نحييكم أطيب وأرق تحية، وأحيي ضيفي الدائم في هذا البرنامج سماحة الشيخ أحمد سلمان من تونس. مرحبا بكم سماحة الشيخ وحياك الله وأهلا بك. حياكم الله وبياكم، وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى. أيام مباركة عليكم وعلى جميع العالم الإسلامي. سادتي الكرام، من مجموعة قنوات كربلاء الفضائية مرآة العقيدة وراية الأحرار، أحييكم أطيب تحية في هذا البرنامج الذي يتطرق دائما لأهم الموضوعات الأساسية في حياتنا. في ظل الأجواء التي يعيشها العالم الإسلامي من تجاوز بترخيص رسمي من دولة تحسب على الدول المتحضرة، تجاوز طال أقدس ما تترسخ عليه أسس الإسلام والمسلمين، القرآن الكريم الذي يعد لسان الله بواسطة الملاك جبرائيل عليه السلام الوحي المرسوم فيه جميع ما كمن من تاريخ وقيم ومثل ونبل وعلوم وغير ذلك، وصور عن الأمم السالفة وسيرة الماضين، وهو النابذ لكل ما يدعو للتطرف والعبودية والذلة والإهانة وترخيص كرامة الجسد والنفس وترخيص القيم حتى. ويعد القرآن الكريم من أوله المتمثل بسورة الفاتحة إلى آخره المتمثل بسورة الناس حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لذلك الإساءة له تعد جريمة ليس بحقه فحسب بل بحق الأنبياء ورب الأنبياء وأتباع الأنبياء من الصالحين. ضمن برنامج البيان سادة الكرام، تحديات معاصرة جريمة حرق القرآن هو عنوان حديثنا لهذا اليوم. أحييكم مجددا وأحيي ضيفي سماحة الشيخ أحمد سلمان مجددا. سماحة الشيخ، لك التحية والإكرام. حصلت هذه الأيام جريمة كبرى من دولة تدعي التحضر وتدعي القيم السامية التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته، وهي بذلك تؤيد بتصريح رسمي وبتخويل رسمي إلى المساس والتخويل بالمساس إلى أقدس شيء عند المسلمين. تفضلوا. أعجبني تعبيركم هنا عندما ذكرتم أن القضية هي جريمة دولة وليست جريمة شخص. طبعا هذه ليست أول مرة يحرق أو يهان القرآن الكريم. في هذه السنة لعله 3 أو 4 مرات حصلت هذه الواقعة، ولكن الجديد في هذه المرة أن القضية ليست تصرف فردي أو تصرف شخصي، وإنما كان لهذا السلوك غطاء قانوني تبنته دولة وهي السويد. السويد أعطت تصريحا رسميا لهذا المجرم لكي تخول له ارتكاب هذه الجريمة، بل ومن نظر في فيديو الحادثة يرى أنه كانت هناك حماية من الشرطة لهذا العمل. فنحن أمام سلوك ليس بشخصي، وإنما سلوك له غطاء قانوني من دولة من الدول. من هنا الأمر متغير عن كل الأمور السابقة التي حصلت في قضايا حرق القرآن. أصبحنا نتحدث عن سلوك دولة، أصبحنا نتحدث عن تشريع قانوني يعطي الحق في هذا الأمر. من هنا كان التصدي هذه المرة من المسلمين كافة ومن كل المتدينين في العالم تصد قوي وشرس، لأن المسألة تجاوزت التصرفات الشخصية. طيب شيخ أحمد، هنا نقطة مهمة لابد من التركيز عليها بأكثر دقة وأكثر حرفية، وهو أننا تكلمنا في أحد الحلقات التي مضت عن الشذوذ
الجنسي، الانحراف الخلقي المطلق، وكان أيضا بدعم من دول تدعي التحضر، وكان أيضا بدعم رسمي من الدول. اليوم يتم ضرب العقائد كذلك أيضا. برأيك لماذا هذه الدول ترعى مثل هذه الأمور الخطيرة التي تمس أساسا بكيان الإنسانية؟ طبعا من المهم جدا أن نرجع إلى البعد الفكري لأي سلوك سياسي. واقعا نحن نتعامل مع ما يحدث في العالم حقيقة بسذاجة وبسطحية. كل سلوك أو قرار سياسي وراه دافع فكري، هناك وراءه أيديولوجية تحركه. السياسيون في العالم في الدول الكبرى لا تحركهم النوازع الشخصية أو الأهواء أو العشوائية، لا، هم يعملون وفقا لبرامج مهيئة ومعدة مسبقا، وهذه البرامج مبنية على جوانب فكرية. حتى قضية الشذوذ، حتى قضية القضايا الموجودة اليوم كلها لها بعد فكري. اليوم من أهم الأبعاد الفكرية التي نريد أو التي يجب أن نركز عليها قضية صدام الحضارات. تشخيص أن العلاقة بين الحضارات في الأرض لا بد أن تكون قائمة على الصدام الحضاري، والذي سيفوز في هذه الحرب الحضارية هو الذي يقوم بتذويب حضارة الآخر. ومن المعلوم أن الدين مكون حضاري أو ركن ركين في البنية الحضارية لأي دولة أو لأي شعب، لا يمكن تجاوز الدين في أي حضارة. فهذه الهجمة الشرسة على الرموز الدينية، سواء كان الإله أو النبي أو الكتاب المقدس، كلها في إطار تذويب أي انتماء ديني. وهم يعلمون جيدا أن الدين الذي لا زال له القدرة على التحشيد وعلى تحريك الشارع وعلى قيادة الجماهير هو الإسلام. فلذلك يقع التركيز على الرموز الإسلامية وتكرار العمل على ضربها. طيب، لكنهم بنفس الوقت يسيئون كذلك للسيد المسيح. فالمسألة لم تقتصر على المسلمين فحسب. كيف يمكن الرد على ذلك؟ لأن مشكلتهم مع الدين مطلقا، المشكلة مع الدين مولانا، ليست مع الإسلام. المشكلة مع الدين كدين ككل. نعم، الفارق بين الإسلام وباقي الأديان أن تلك الأديان الأخرى دجنت. لو الآن طلبت منك، وأعلم أنك متخصص في هذا الشأن، أن تكتب لي وتدون لي تراجعات الكنيسة، ما هي الأمور التي كانت مثلا محرمة عند الكنيسة وتراجعت عنها، سنقضي حلقات طويلة. 90% الكنيسة كانت عبر التاريخ محاربة للشذوذ الجنسي بقوة. 90% اليوم يتم عقد الزواج للذكر على الذكر والأنثى على الأنثى في الكنيسة. نعم، تراجعت المسيحية وقاموا بتدجينها وقاموا بتحويلها إلى مجرد نظرة روحية وعلاقة روحية بين الإنسان وبين خالقه. لذلك اليوم فرغوا من المسيحية وفرغوا من الأديان الأخرى وتفرغوا كليا للإسلام. أنا أعجبني قبل فترة ملاكم مشهور سئل عن سبب دفاعه عن الإسلام، قال لهم لأن الإسلام هو الدين الوحيد الباقي على الأرض. سئل، لعل الملاكم أندرو تيت اسمه، سئل لماذا تقول الإسلام هو الدين الوحيد الذي بقي؟ قال لأنه هو الدين الوحيد الذي يدافع على مقدساته ولا يرضى بأن تمس مقدساته. قال أي دين هذا تنتهك مقدساته لا يتحرك أحد؟ اليوم الدول التي هي كيان سياسي لا توجد فيه أي قداسة، الدول اليوم إذا لمست مقدساتها، إذا مست بأي شيء تعاقب.
اليوم حرق علم أي دولة، العلم الذي هو قطعة من قماش، قد تقطع العلاقات بين الدول، والدولة ليست كيان مقدس. أنت تريد مني أن أحمي هذا الكيان العادل الذي يقوم على عقد الاجتماعي، والأمور التي أعتقد بقداستها لا أحميها. قال من هنا، من هذا المنطلق، الإسلام هو الدين الوحيد الباقي على الأرض، وما يفعله المسلمون هو الحق. جيد. سماحة الشيخ، المسيحية اليوم بعبارة يعني أكثر دقة هي المسيطرة على أغلب الدول في العالم، يعني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وحتى إعلاميا، ناهيك عن الدول التي لها علاقات وطيدة وكبيرة جدا، أو بالأحرى المتمثلة باليهودية أو الصهيونية. لكن بعبارة أخرى، إذا كان كل ما يترتب اليوم هو لضرب كل الأديان أو كل الشرائع بعبارة أخرى لو صح التعبير، إذا من الذي يتحكم في كل هذه المستويات أو كل هذه الرؤوس الأساسية، المسيحية، اليهودية، الإسلام؟ هل برأيك ممكن أن يعز ذلك إلى الماسونية؟ أنا شخصيا لو تسألني، ولعل جوابي لن يعجب الكثير، أنا أعتقد الشيطان هو الذي يتحكم في كل هذه القوى. الشيطان، إن الشياطين ليوحون لأوليائهم. أنا ومن هو إله الماسونية؟ حرب الشيطان مع الإنسان التي بدأت مع الإنسان الأول، من هو إله الماسونية سمعت الشيخ أحمد؟ نعم، هذه تجلي من تجليات الشياطين. مع العلم بين قوسين الماسونية ليست أخطر حركة، هناك حركة النورانيين اليوم، وهي حركة قوية ونافذة في العالم، ومن الممكن أن نعقد حلقات حول هذه الحركات ليس وحول عقائدها وحول مدى تأثيرها وتحكمها في العالم. لا، هي فوق الماسونية عزيزي، هناك ترتيب فيها المسألة. مولانا، العالم اليوم إذا أردنا أن نلخصه، العالم تحكمه 4 أو 5 عائلات، كل هذا العالم، كل هذه الكرة الأرضية، وهذه العائلات كلها تجمعها الصهيونية من جهة كمشروع سياسي، وتجمعها هذه الانتماءات مثل الماسونية أو النورانية، التي كما أقول وأكرر لعله نحتاج أن نشرحها للمشاهد في حلقة أخرى. لكن كل هذه المسميات أعتقد أن الذي وراءها الشيطان الرجيم الذي تحدى الإله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأغوينهم أجمعين. واليوم ما نعيشه اليوم حلقة من حلقات الصراع بين الإنسان وبين الشيطان، الإنسان الذي اختار طريق الله واختار طريق الرحمن، والإنسان الآخر الذي باع نفسه لإبليس وللشيطان. جيد. سمعة الشيخ، هذا التجرؤ الذي حصل من قبل ذلك الشخص على القرآن الكريم، وهو لم يقتصر على القرآن الكريم، بل حتى على الدين الإسلامي بشكل أكثر خصوصية، هل هنالك برأيك أسباب، دوافع خاصة رآها من الطرف الآخر من المسلمين دفعته لكي يتجرأ بهذه الصورة؟ على أي مستوى نفترض؟ على المستوى الذي يراه من المسلمين كونهم يسيئون للإسلام، أو من المسلمين الذين يتبنون الإسلام ويأتون بأمور تخالف حقيقة الإسلام وتخالف القرآن؟ الدوافع والأسباب سمعت الشيخ. جميل، هذا السؤال جدا جدا. أنا أعتقد أن هناك سبب معلن وسبب غير معلن. السبب المعلن هو هذا: أننا نحن أوذينا من المسلمين، أن المسلمين فعلوا فينا ما فعلوا من قتل وذبح تحت راية هذا الكتاب القرآن، فلذلك نحن كحركة رمزية نحرق هذا الكتاب. وهذا السبب يراد منه إشعال الخلاف بين المسلمين. مثلا لما أسيء للنبي صلى الله عليه وآله، مثلا الشيعة قالوا هذه الاتهامات التي
نسبت للنبي هي موجودة مثلا في كتب السنة، وهي طبعا بالفعل كذلك في قسم كبير منها. السنة نفس الشيء، قالوا الشيعة أساءوا للنبي، فتحولت القضية من عدو خارجي أساء للنبي إلى معركة داخلية، من الذي أساء للنبي صلى الله عليه وآله. فهذا السبب نفس الشيء عندما يقال أنه أحرق القرآن لما رآه من المسلمين، يريد إشعال النار الداخلية، هذا السبب المعلن. لكن السبب الحقيقي هو ضرب المقدس الديني، بمعنى إزالة القداسة عن المقدس. كيف تزال القداسة عن المقدس؟ بإبعاد هالة القداسة. أنت ترى أن هذا الكتاب مقدس وعليه هالة، هذا الكتاب المقدس أنا أرميه على الأرض وأحرقه. لما تتكرر هذه القضية سيستنكر الناس أولا، ثانيا، ثالثا، ثم تصبح القضية معتادة، ثم هذا الكتاب يفقد قداسته. وأنا قبل بضع شهور في العراق عقدت سلسلة محاضرات بعنوان تزييف الوعي الديني، كانت في البصرة، وتعرضت لهذه القضية. أول نقطة في تزييف الوعي الديني قضية ضرب المقدس، كيف يضرب المقدس وتنزع قداسة المقدس من قلوب الناس. محاولات الإساءة وتكرار الإساءة للإله، للنبي صلى الله عليه وآله، للقرآن، هدفها أولا وآخرا ضرب قداسة هذه الرموز الدينية، طيب وإنهاء قداستها. سماحة الشيخ، هذه القداسة التي تتكلم عليها لربما يطرح هذا التساؤل تجاه ما تفضلت به الآن، ولكل من يتبنى هذا القول الذي تدافعون عنه ويدافع عليه أي شخص يتبنى قضية دينه أو عقيدته، يقول لك أنا ليس لدي مشكلة مثلا مع القرآن، على اعتبار أن القرآن تم الاتفاق على وحيه وصدقه ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لكن أنا أختلف معك مع من تقدس من الأنبياء، وبنفس الوقت أنت في كتبك التي تقدسها تسيء لهذا النبي جملة وتفصيلا، فمن أين تأتيني بالقداسة التي تتكلم عنها؟ ألا تحتاج كتبكم إلى تصحيح وإلى قراءة جديدة وحذف كل ما هو يسيء للأنبياء برأيك؟ النقد العلمي البناء، المناقشة العلمية لا ينكرها أحد ولا يرفضها أحد، ولسنا ضد طرح إشكالات من هذا النوع، وبرنامجنا هذا لمناقشة هذه الإشكالات. نحن ضد الاعتداء على المقدس، ضد تأجيج واستفزاز الناس بتوهين مقدساتهم، هذا الذي نرفضه. لو هذا الشخص كتب مقالا في نقد مثلا القرآن الكريم لما غضب منه الناس، لنوقش مناقشة علمية، وحصل هذا من الكثير، كثير من غير المسلمين، مثلا من المسيحيين، من اليهود، من الملحدين، ناقش القرآن. لم نرفض هذا الشيء، مقبول كان هذا. نعم نعم، المستشرقون ناقشوا القرآن كثيرا، لم نرفض هذا الشيء. المشكلة هي في الاعتداء، هذا اعتداء صارخ على الإنسان. والاعتداء في القانون الذي يعاقب عليه القانون ليس فقط الاعتداء الذي يسبب ضررا ماديا، وإنما حتى الضرر المعنوي القانون يعاقب عليه. مثلا إذا ضربتك بيدي هذا ضرر مادي، إذا شتمتك أو وصمتك بشيء سيء القانون أيضا يعاقب عليه لأنه ضرر معنوي. ضرب مقدسات الآخر والاعتداء عليها هذا يسبب ضرر معنوي عليها. فكيف دولة تدعي أنها دولة الإنسان وأنها دولة حفظ الإنسان وحقوق الإنسان يعتدى فيها على أهم حق للإنسان وهو حقه في حفظ وصيانة مقدساته؟ فلذلك مهم جدا أن نتناول القضية من هذه الصورة. جيد.
اليوم سماحة الشيخ لابد أن نعطي رسالة هذا الكتاب الذي تم حرقه، الكتاب المقدس القرآن الكريم الذي حوى ما حوت عليه جميع الكتب السماوية ورسالات الأنبياء بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة مكن الله منها أهل التفسير وأهل المعرفة. لو اليوم أردنا أن نوصل الرسالة التي يدعو لها القرآن الكريم في مجال الحرية، كيف يمكن لنا أن نوصل تلك الرسالة ودعوة القرآن الكريم للعالم من خلال رسالته في الحرية؟ جميل جدا. قبل أن ندخل في رسالة القرآن مهم جدا أن نفتح قوسا حول الحرية التي يتشدق بها القوم. الآن عندهم الحرية أقدس المقدسات، ولكن نحن قبل شهر واحد أو أقل من شهر تحدثنا عن قضية مجتمع ميم، مجتمع الشذوذ الجنسي، وذكرنا أنه اليوم الغرب يفرض عقوبات صارمة على من لا يقبل الشذوذ الجنسي. الغرب اليوم إذا قمت بإحراق علم مجتمع ميم، علم الشذوذ الجنسي، تعاقب تحت أي عنوان؟ تحت عنوان أنك تثير الكراهة ضد هؤلاء. جيد. أزيدك من الشعر بيتا: اليوم الغرب إذا أخذت علم الكيان الصهيوني المحتل وقمت بحرقه يعتبر هذا الأمر معاداة للسامية. بل لا نريد حرقا فلنبتعد عن الحرق. لو كتبت ورقة علمية في مناقشة الهولوكوست، قضية المحرقة النازية المعروفة، ليست مناقشة في أصل المحرقة وإن مناقشة في الأرقام المطروحة، سيكون مصيرك السجن. والكاتب المعروف روجيه جارودي سجن لأجل هذه القضية، مجرد أن ناقش قضية الأرقام المذكورة في الهولوكوست. لكن حرق القرآن حرية، تصوير النبي صلى الله عليه وآله بطريقة مخلة حرية. سبحان الله، ما لكم كيف تحكمون؟ الحرية تجري في بعض الموارد، طيب، وبعض الموارد الأخرى جميل. لا تجري. عجبا لهذه الحرية التي تنتقي ما تشاء. جيد. سماحة الشيخ، أني سأخذ من عندك كلام حول الحرية التي يرسمها القرآن الكريم تجاه الآخرين، ولكن اسمح لي أخذ اتصال، معي مشاركة. الأخ غسان أو بسام من بغداد. نعم. حياك الله يا بسام، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام والإكرام، حياك الله وبياك، أهلا ومرحبا، تفضل يا بسام. أسعد الله أيامكم بحلول عيد الأضحى المبارك. شكرا لك. وسلامي للشيخ أحمد سلمان، وأنا من المعجبين به وأدعو له بالسلامة والخير لتصديه للملحدين وأعداء الدين. نعم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فصدق الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى نوه قبل أكثر من 1450 سنة على هذا الأصل، أن اليهود والنصارى لن ترضى عن الإسلام. أستاذ بسام، هم أصلا على ملتهم ما ماشيين. نعم، هم على الملة مالتهم ما ماشيين. نعم. فالأصل في ذلك أنه الدين الإسلامي هو الدين الخاتم. نعم. لا أحب أن أطيل عليكم. لو لم يكن المسلمون لا يذودون عن دينهم ولا تأخذهم الغيرة والدفاع عن دينهم واحترامه، لما تعدى هؤلاء علينا. ما هي الإجراءات التي قامت بها الدول الإسلامية؟ المسلمون الآن في العالم يتراوح عددهم أكثر من 1.5 مليار. هناك حكومات إسلامية عربية وغير عربية. ما هي الإجراءات الفعلية كالاقتصادية وسد السفارات وقطع النفط
وكافة الإجراءات الأخرى. هل رسول الله وهل القرآن أهم أم الاقتصاد؟ أيهما أهم؟ لماذا لا تقطع العلاقات؟ الشكر لكم وتحياتي لكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا جزيلا. نعم إن شاء الله تعالى يكون هناك رد، ولكن لا زالت الردود مستمرة بهذا الشأن، ونسأل الله سبحانه وتعالى يسدد من يسدد لكتابه الخير والصواب. سيد المخرج، هناك متصل أم أكمل لو سمحت؟ شيخ أحمد، عاود معك الكلام حول ما أصل له القرآن الكريم فيما يختص بحرية احترام الآخر. تفضل. نعم. نعم، القرآن الكريم رغم أن الآن عمر هذا الكتاب أكثر من 1400 سنة، 14 قرن، إلا أنه أسس لاحترام الآخر ولقبول الآخر وللتعامل مع الآخر وإن كان مختلفا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مثل هذه الآية التي تؤصل إلى أن العلاقة الثنائية بين الناس لا تقوم على مثلا الدين أو المذهب، وإنما نعم آية السب، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا. نعم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الأحسن. هو هذا التأصيل لمبدأ السلم الاجتماعي، أنه لو أعطيت الحرية لكل طرف ليسب الآخر، بعد القضية تتحول إلى معركة سباب وينفجر المجتمع. القرآن يؤصل لمبدأ السلم الاجتماعي، وأن الحرية المعطاة للإنسان محدودة بما يضمن السلم الاجتماعي وبما لا يخل بهذا المبدأ العظيم. لذلك القرآن من أوله لآخره يصرح بهذا الأمر، لا أن الحرية يطلق العنان لها بصورة يحصل الذي رأيناه اليوم مثل في السويد وفي غيرها من الدول طبعا. طيب فضل. أخذ اتصال، معي اتصال مشاركة. نعم تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم أبو ضحى، حياك الله. حياكم الله. السلام عليكم. أهلا عزيزي، أهلا ومرحبا بكم. تفضلوا. أيامكم سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير. جزاك الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويحفظكم، وتحياتي وأشواقي للشيخ الغالي على قلوبنا الشيخ أحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقه، والشيخ أنا دائما أتصل بكم وقاعد أحفظ. يفترض من الدول الإسلامية أن تتخذ موقف حازم وجريء بغلق جميع السفارات. هذا جانب، والجانب الثاني انه يا ريت تكون تنقيح لجميع الكتب، بعض الكتب من الجهه المقابله انه السيء لشخص الرسول صلى الله عليه واله. يا حبذا يكون عمليه تنقيح، لانه الرسول صلى الله عليه واله هو الشريعه الحقيقيه للاسلام المحمدي صلى الله عليه واله. فيجب على جميع الدول الاسلاميه اخذ موقف حازم وجريء، جدا جريء، وهذا موقف المفروض يحسب حساب عنه. اما انه البعض بالاعلام تتخذ موقف وتمد اليادي الى الجهه المعادله للرسول صلى الله عليه، هذا مو صحيح. تحياتي لكم وتحياتي للشيخ، واسال الله سبحانه وتعالى يوفقكم بحق. شكرا جزيلا ابو ضحى. معي ذو الفقار من بغداد. السلام عليكم. ذو الفقار. السلام ورحمه الله. حياك الله، اهلا ومرحبا بك عزيزي، تفضل. بخصوص اليوم الاستنكاف مظاهرات في بغداد، المظاهرات الاسلاميه، انه ما شفنا احد شارك بس فقط التيار الصدري. لماذا لم تشاركون معنا؟ هل هو القرآن نزل فقط؟ زين. طيب تفضل اكمل. تسمعني اخذ الفقار؟ طيب معي ام محمد من واسط، مشاركتكم محمد. السلام عليكم، تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم والله على البرنامج هذا الطيب.
بس احنا شويه ملاحظه نقول للاسف يعني شويه هاي البرامج التوعيه جت متاخره، يعني حيل يعني اخذوا من شبابنا ومن هاي الاجيال، ومن زمان احنا ندير هاي البرامج، يعني مثل ما تقولون مفاتيحين ملايين الاذاعات والانحرافات، واحنا ما تبقى شيء قليل يعني التوعيه والبرامج. ان شاء الله. رحم الله والديكم، مشكورين. ان شاء الله باب التوعيه مستمر ان شاء الله، ورساله العلماء والمنبر الحسيني واهل الثقافه والوعي ان شاء الله هم مستمرون بتصحيح كثير من المسارات التي تاسست على الخطا او لربما غير الصواب. اعود معك سماحه الشيخ بعد ان اخذنا هذه المشاركات القيمه، وانا ممتن لهم بالشكر الجزيل لكل من شاركنا ولكل من لم يسعفه الحظ أن يشاركنا. سماحة الشيخ، هناك تساؤل دقيق جدا، وهو ما يتعلق بقول أن المسلمون ينفجرون عندما يساء إلى جزئية، أو ينفجرون بكل ما يمتلكون من طاقات تجاه ما يساء للقرآن الكريم أو لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله، لكن بنفس الوقت هم لا ينفجرون ولا يتحسسون أزاء ما يحصل كل يوم من حرق قيمة الإنسان وكرامة الإنسان وشخصية الإنسان وحقوق الإنسان، وعندما أقول الإنسان أقصد به المسلم. فاليوم لماذا الكل يروج بالدفاع عن حرق القرآن الكريم في حين أن كرامة الإنسان تهدر وتحرق المسلم؟ فلماذا لم نجد أحدا يدافع عن المسلم بحد ذاته كشخص غلب على أمره؟ تصحيح سماحة الشيخ. جميل. أنا سأعطيك قضية قد يغفل عنها الكثير. من أوجب واجبات الإسلام، ليس واجب، من أوجب الواجبات التي دعا لها الإسلام هو مقارعة الظلم ومواجهة الظالم في أي مكان من الأرض. الإسلام يعتبر أن على كل مسلم مؤمن بهذه الرسالة أن يسعى لاستئصال الظلم ولمواجهة الظلم، ويعتبر الإسلام أن السكوت على الظالم هو مشاركة له في ظلمه. وعندما نقول المظلوم لا نتحدث عن المسلم فقط، نتحدث عن كل إنسان مظلوم في أي بقعة من بقاع الأرض. لذلك القرآن صريح: قاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من النساء والولدان. يعني هناك قتال في سبيل الله، قتال للدين، وقتال في سبيل المستضعفين من الناس، يعني في سبيل المظلومين. والقرآن اعتبر هذا جهاد وهذا جهاد. أصلا رسالة الإسلام جاءت لتحرير الإنسان من كل عبودية ومن كل ظلم فعلا. لذلك لماذا القرآن مثلا والإسلام يمنع عبادة الأصنام؟ الشهيد الصدر رضوان الله عليه يذكر هذا المعنى، أن القضية لا يمكن أن تندرج تحت الحرية من جهة أن الإنسان يظلم نفسه بجعل هذه النفس التي كرمها الله تحت سلطة حجر أو شجر أو مدر. الإسلام جاء ودفع نحو تحرير المستضعفين، نحو الوقوف في صف المظلومين. نعم، إذا تخاذل المسلمون، إذا ضيع المسلمون هذه الفريضة، هذا لا يعني أن المشكلة في الإسلام. قد تكون مشاكل المسلمين وقضاياهم الداخلية أشغلتهم عن هذه المسألة، ولكن الواقع يشهد أن المسلمين كانوا على مر التاريخ هم السباقون في هذا الأمر. نعم، 100 سنة الأخيرة أو ما بعد الاستعمار والاحتلال الذي اجتاح أرجاء بلاد المسلمين ودمرها وغير ثقافتها، تغيرت هذه الفكرة
ولم تصبح لها تلك المساحة الكبيرة، ولكن واقع المسلمين على مر التاريخ هو هذا. والإسلام بل القرآن بما هو كتاب إلهي يدعو أولا وأخيرا لهذا الأمر، فمن غير الصحيح ما يقال هنا. شيخ أحمد، السؤال الأكثر أهمية لربما في موضوعنا هذا ما أسس وسبل المواجهة، لأن دائما السكوت يخلق سلبيات كثيرة. القضية في هذه المرة كما بدأنا مختلفة، ليست تصرف فردي، وإنما هناك منظومة تشريعية غربية رسمية وليست سويدية تجوز هذا الأمر وتجعله أمرا قانونيا. لذلك مهم جدا التحرك على هذا المستوى ولهذا الهدف، لسن قوانين وتشريعات لحفظ المقدسات الدينية ليس مقدسات المسلمين فقط، الدينية في الغرب. وأنا أعتقد أن سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله قرأ المشهد من هذه الزاوية، أن القضية ذات جانب تشريعي غربي، فلذلك تحرك، وهو دائما السباق في هذه الأمور، تحرك وخاطب الأمم المتحدة بهذا العنوان ولهذا الغرض، لغرض إيجاد تشريعات قانونية تمنع من الإساءة لمقدسات المسلمين. المفترض أن يكون التحرك في كل الدول العربية والإسلامية، بل كل الدول المؤمنة بضرورة حفظ المقدسات الدينية في هذا الجانب، إيجاد تشريعات قانونية تحفظ مقدسات المؤمنين مطلقا. باختصار بدقيقتين سماحة الشيخ، بيان سماحة السيد علي السيستاني ما هو أثره الحالي إذا ما يدعو إلى احترام كافة الأديان بغض النظر عن ماهيتها؟ أنا أعتقد أن هذا البيان هو إشارة، يعني يستبطن أنكم أيها الغرب تجاوزتم كل الخطوط الحمراء. ومن الجيد أن البيان لم يخاطب السويد كدولة، لأن القضية تتجاوز السويد، خاطب الأمم المتحدة، أن القضية أصبح فيها تجاوز لكل الخطوط الحمراء. تحرك إسلامي بهذا المستوى، بمستوى المرجع الأعلى للشيعة، وتقريبا كل المرجعيات الشيعية تحدثت في هذا، بل كل المرجعيات الإسلامية. أعتقد نحن كمسلمين سنة وشيعة وإباضية وغيرها من المذاهب أمام تحد حقيقي في كلمة واحدة: نكون أو لا نكون. سماحة الشيخ، لماذا لا يتم الاتفاق على كلمة سواء بين كل المذاهب والأديان، كون أن هناك تشابه كبير بين الأديان وبين حتى المذاهب في الإسلام؟ لماذا التركيز دائما على المختلف؟ هذه كلمة سواء الآن. حفظ القرآن الكريم، حفظ شخصية النبي صلى الله عليه وآله، حفظ الإله، تشريع قوانين تمنع من التعدي والمساس، هذه كلمة سواء لا بد أن تتجلى فيها الوحدة الإسلامية، وأن نعمل بأجمعنا على منع التجاوز ومنع المساس بها بأي شكل من الأشكال. سماحة الشيخ أحمد سلمان، شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت به، وجزاك الله خير جزاء المحسنين. سادتي الكرام، هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.